السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه هنعمل مكرونه بشاميل بالصدق. جميله جدا. عندي كام حته صدق كده، يعني اقل من نص كيلو، اكتر من ربع بشويه كده. هحطهم في المقلايه ديت، يا دوبك دهنتها بسمن كده، وهي هتنزل الدهون اللي في الصدق دي اللي هشتغل بيها. حطيتها كده في المقلايه، وهسيبها تتشوح شويه. وعندي بصل هحطها هنا. هستخدم خضروات عندي بصل وفلفل الوان وطماطم. بصل وفلفل الوان وطماطم. الاول حطيت البصل وهقلبه تقليبه كده مع الصدق، تقليبه حلوه يعني. مع الصدق، بحيث ان البصل يدخل على سوا بسيط كده، يعني يدخل على سوا. اقلبه كويس، وبعدين انزل عليه الفلفل الالوان. وعندي يعني وفصين تومه هما اتحطيتهم الاول. ودوت اللي هو الاخضر، قرن الفلفل الاخضر ده حامي سنه يعني. وحطيت الفلفل الاحمر دوت، ما كانش عندي لون تاني اللي هو الاحمر والاخضر العادي ده، فاكتفيت بيهم يعني. قلبتهم كده تقليبه حلوه. وبعدين الطماطم دي انا مقطعاها طلنشات صغيره، يعني صغيره زي السلطه كده. وهقلبها كويس مع الصدق. ولما بص يا جماعه بيبقبق كده وحلو. حطيت يعني عودين كزبره. الصدق دايما بيحب الكزبره. انا حتى لما بعمل صينيه الصدق بالجبن بحط لها عودين كزبره كده صغيرين. ان شاء الله بعملها معاكم مره. جميله كده. هو كده ينفع سندوتشات، يعني احط عليه جبن، وينفع كده سندوتشات في منتهى الجمال بعيش فينو او اي نوع عيش يعني. حطيت حبه كمون شويه صغيرين من التوابل بتاعته يعني. حبه كمون، حبه فلفل اسمر. وهقلبهم واظبط الملح بتاعهم وكده. وراعي ان الصدق فيه توابل وفيه ملح. هقلبها تقليبه حلوه كده صغير، يعني تقليبه كده مع التوابل مع الصدق وكده. وخلاص كده خلصت كده. هجيب 3 معالق دقيق على 3 معالق سمن. وهقلبها كده لحد ما اشم ريحه الدقيق. هعمل البشاميل ده يا جماعه 3 معالق دقيق على 3 معالق سمن. كل معلقه دقيق بتاخد كوبايه لبن. هحط 3 كوبايات لبن، وازود شويه عشان انا عاوزاه خفيف. عايزه البشاميل مش تقيل قوي يعني. واحط فلفل اسمر، وهحط جوز الطيب كده، بشره جوز الطيب صغيره كده عليه. واظبط الملح بتاع بردك البشاميل. وانا سلقه المكرونه، وكنت حاطه لها ملح في السليق. انا مش بغسلها يا جماعه، مش بغسل المكرونه، بس حطها في ميه كتير يعني. هظبط الملح اهون. وهحط معلقه قشطه علشان تدي طعم كريمي كده للبشاميل، يبقى طعمه حلو كده. اهو اتقلبتها اهو. الكثافه دي اللي انا عاوزاها يا جماعه. ادي عندي المكرونه، وهعملها في البرام دي مره واحده كده وخلاص يعني. كفايه عليا غسيل المكان، المواعين بقى مكان المكرونه والبشاميل وكده. فبعد الغدا بقى ان شاء الله نغسل حاجه واحده. فجبت البرامه دي ودهنتها. حطيت حبه بشاميل على المكرونه، وحطيت عليها حبه فلفل اسمر. وهحط نصها، واحط فوقها اللي هي الحشوه، الصدق بالخضار. وهقلبه. لو مثلا عندك جزرايه ممكن تحطيها بردك مع الصدق وكده. هقلبهم واحط قلبت انا المكرونه. حطيت المكرونه كده يعني في الطاجن. هحط فوقها الصدق. احط فوق الصدق كده وافرده كويس. واحط الطبقه التانية. وكده هتبقى خلصت، يا دوبك هتخش الفرن وخلاص. حطيت حبه مكرونه من التانيين، ما حطيتهاش كلها يعني، سبت حبه بس كده. وهحط البشاميل فوق الوش وخلاص. لما احطها في الفرن، اما تطلع بقى يا دوبك الوش يشمع كده، احط الجبن. مش هحط الجبن دلوقتي يا جماعه، هحط البشاميل الاول. وبعدين اهو اقلبه كده واحط البشاميل. في حتت جبنه صغيره كده حطيتهم، يعني حبه صغيرين حطيتهم. هحط البشاميل كده، وبعدين احطه في الفرن اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. احط الطاجن دوت في الفرن. وبعدين بعد ما يقعد في الفرن حوالي 10 دقايق كده، اجي مطلعاه وحاطه فوق الجبن ومدخلاه ياخد لون. وخلاص، هي كل مكوناته مستويه يعني، مش هياخد وقت كتير في الفرن. كده تشمع. التشميعه دي اللي انا هحط بعديها الجبنه يا جماعه. هحط الجبن دي، جبنه شيدر على جبنه موزاريلا.
يعني حبة صغيرين مش كتار، يعني اللي عندك حطيه، ما عندكيش ما تحطيش يعني. حطي نقطة سمنة كده فوق الوش وخلاص هيتحمر ويبقى جميل. اهو بسم الله ما شاء الله عليه جميل. هحطه بردك في الفرن ياخد وش بسيط كده. هو كله مستوي يعني مش محتاج نار، يعني ولعت الشواية بس ياخد وش. بس بسم الله ما شاء الله جميل جدا اهون. وطعمها في منتهى الروعة ومنتهى الجمال في حاجة واحدة. مش مثلا مش هتتعبنا ولا حاجة. معاها حبة شيبسي، حبة بطاطس، حتة مخللة، طماطم مقطعة، وجميل كده. وهيبقى غدوة كويسة في الصيف ده. إيه يعني مرة واحدة كده نخلصه في الفرن وخلاص. معاكي الشيبسي لو مش عايزة تحمري بطاطس، وهيبقى غدوة جميلة. اهو بصوا يا جماعة بسم الله ما شاء الله عليها جميلة جدا. بصوا شكلها جميل ازاي، والحشوة كويسة. عايزة تزودي الصدق زودي يعني براحتك. بسم الله ما شاء الله جميلة جدا وبألف هنا. يا رب الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم، واشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.